النهارده هاقول لكم على طريقتي المعتمدة في كفتة الرز، أسهل وأنجح وأسرع كفتة هتعملوها، مستحيل تفك منكم في الزيت أو في الصلصة، هتطلع معاكم حلوة أوي من أول مرة، طريقة اقتصادية يعني من كيلو لحمة مفرومة هنطلع 3 كيلو من كفتة الرز. لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي فاطمة ودي قناتي، ياريت تحطي لايك للفيديو واشتراك في القناة. اول حاجه انا جبت كيلو من الرز المصري، غسلته كويس قوي وصفيته من الميه اللي فيه. بعد كده جبت صينيه وفردت عليها فوطه، وبدات ان انا افرد عليها الرز اللي انا غسلته عشان انا عايزاه ينشف تماما، يعني يرجع لحالته اللي هي قبل الغسيل، يبقى مفهوش ولا نقطه ميه. الخطوه دي طبعا احنا هنعملها قبلها بيوم عشان الرز ينشف معانا تماما. بعد كده هبدا ان انا اجيب كده الكبه اللي انتوا شفتوها دي، وهبدا ان انا اطحن الرز بتاعي كويس قوي لغايه ما يبقى معايا بودره بالشكل اللي انتوا شفتوه دوت. وعشان نتأكد برضو ان الرز اللي احنا طحناه ده بقى ناعم معانا، هبدأ ان انا اجيب المصفى دي كده او المنخل اللي هو تبقى خرامه واسعة، وهبدأ ان انا انخل الرز بتاعي بالشكل دوت كده. هيطلع معايا الخشن اللي فيه. الخشن دوت برضو انا هرجعه تاني المطحنة، وهبدأ ان انا اطحنه من اول وجديد عشان يبقى معايا الرز كله ناعم وزي البودرة كده. هنخله كله برضو بنفس الطريقة دي، واللي بيطلع دوت احنا بنرجعه تاني المطحنة بتاعتنا، وبنبدأ نطحنه من اول وجديد لغاية ما يبقى ناعم معانا كده شبه الدقيق. وهنا كنت نخلت الرز كله، هركنه بقى على جنب واشوف بقية المقادير بتاعتنا. كيلو الرز بياخد كيلو من اللحم المفروم، وباخد برضو عليهم بصلاية كبيرة بالحجم دوت كده، وبياخدوا معايا 8 او 9 فصوص من الثوم. والخضرة بقى معايا حزمة من الكزبرة وحزمة شبت وحزمة بقدونس. تمام كده. بعد كده هجيب الكبة دي انا كنت طحنة فيها برضو اللحمة، هبدأ ان انا اقطع البصلة بتاعتي كده لمكعبات صغيرة، وهضيف برضو عليها الثوم، وهنعمهم كويس قوي مع بعض في الخلاط. الخطوة اللي بعد كده هبدأ ان انا انزل عليهم بالخضرة. اهم حاجة ان احنا نعمل البصلة كويس قوي. بعد كده ضفت الخضرة بتاعتي كلها كده اللي هي الكزبرة والبقدونس والشبت، هنفرمهم برضو كده مع بعض. انا لغاية دلوقتي ما حطيتش بهارات، لا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة، عشان البصل ما ينزلش المية بتاعته ولا سوائل كده منه. بعد كده هبدأ انزل بالخضرة بتاعتي كده والبصل اللي انا ضربتهم على اللحمة. نيجي بقى للبهارات، انا هحط كده الاول معلقه الا ربع كزبره على كمون، ومعلقه الا ربع من الفلفل الاسمر، واقل من نص المعلقه ملح، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. يبقى انا بحط كده بجيب الكزبره والكمون بطحنهم على بعض. حطيت منهم معلقه الا ربع، وحطيت معلقه الا ربع من الفلفل الاسمر، وحطيت اقل من نص المعلقه ملح، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هطحن كويس قوي اللحمة مع البصل مع الخضرة بتاعتي لغاية ما تكون معايا عجينة، يبقى داخلة ببعض كده. هعجنها كويس قوي. وهنا كنت عجنتها كويس قوي. بعد كده هبدأ انزل بالرز اللي انا كنت طحنته، هنزل كده بنص الكمية الاول، وادرب كده مع اللحمة، اعجنها كويس قوي كده مع اللحمة لغاية ما تدخل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده، وتبقى عجينة متماسكة. بعد كده برضو الخطوة اللي بعد كده هبدأ انزل بباقي كمية الرز كلها. يبقى كيلو الرز بياخد معانا كيلو من اللحمة المفرومة. هبدأ انزل كده بباقي الكمية زي ما انتوا شايفين، وهعجنها كويس قوي مع بعض بحيث ان هي تبقى عجينة متماسكة زي ما انتوا شايفين كده. الخطوة دي بقى انا كنت ممكن احطها في الكبة واديها وش كده او وشين تانيين في الكبة عشان تبقى عجينة متماسكة، بس انا عجنتها كويس ولقيتها ان هي مش محتاجة تتحط تاني في الكبة، او ان احنا يعني نديها وش تاني. انتي لو انتي حابة بقى تديلها وش تاني كده في الكبة عشان تبقى متماسكة زي ما انتي تحبي، لكن انا عجنتها كويس قوي. انا عجنتها زي ربع ساعة كده لغاية ما ادتني الشكل دوت كده. بدأت ان انا اشكل كفتة الرز كده، لقيتها ان هي بتتشكل معايا بكل سهولة ومتماسكة. يبقى انا قلت كده خلاص مش هحطها تاني في الكبة، لكن انتي لو عايزة تحطيها في الكبة زي ما قلتلك هتحطيها. يعني لو انتي لقيتي العجينة لسه كده مفرولة معاكي هتديها وش او وشين في الكبة. تمام. وهنا كانت ما شاء الله متماسكه معايا، وما كانتش محتاجه ان انا احطها في الكبه تاني ولا اي حاجه، لان انا عجنتها وختمتها في العجن كويس قوي. الخطوه اللي بعد كده جبت طبق فيه كده شويه من الزيت عشان هبدا اصبع الكفته بتاعتي، وهبدا ادهن كده ايدي بشويه من الزيت، واخد كده بقى قطعه من اللحمه اللي انا عملتها وهبدا اكورها واعملها كده صباع بالشكل دوت كده. هبدا افردها على ايدي كده واسويها كويس قوي، وتبقى كلها حجم واحد كده من قدام ومن النص بالشكل اللي انتوا شايفينه كده.
طريقتها سهلة وما خدتش معايا اي حاجة، اقتصادية جدا، يعني من كيلو لحمة هنطلع 3 كيلو من كفتة الرز. لو وصلتي معايا بقى لغاية هنا ياريت ما تنسيش تحطي لايك للفيديو وتحطي اشتراك للقناة. هكمل كده كل الكمية بنفس الطريقة. وحجم الكفتة زي ما تحبي، عايزة تصغريها اصغر من كده او عايزة تكبريها اكبر من كده، حسب ما انتي تحبي. ما شاء الله الكفتة بتتشكل معايا بكل سهولة وما تفكتش مني ولا اي حاجة. اهم حاجة طبعا عشان يطلع معاكي النتيجة مظبوطة انك تعجنيها كويس قوي. والاضمن برضو انك تحطيها ترديها كده، تديلها وش كمان في الكبة او وشين. او ممكن لو انتي ما عندكيش كبة ممكن تحطيها كده في مكنة البسكوت، هتبقى حلوة قوي معاكي. ودي طبعا الاساس كانت بتتعمل فيها زمان. وعشان تطلع معاكي النتيجة اللي انتي شايفاها دي بيبقى العجينة متماسكة. وهنا كنت ما شاء الله خلصت كل كمية الكفتة اللي معايا ما شاء الله، عاملة لي كمية كبيرة قوي. يعني من كيلو لحمة طلعت معايا 3 كيلو من كفتة الرز، حلوة قوي واقتصادية وطريقتها سهلة، مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. بجيب طاسة واحطها على النار واحط فيها زيت، واول الزيت ما يبدأ يسخن معايا هبدأ انزل بكمية كبيرة ابدأ املاها كده بكمية من كفتة الرز اللي انا عملتها. واول ما تاخد معايا لون بالشكل دوت كده هبدأ ان انا اقلبها على الجنب التاني لغاية ما تاخد لون احمر كده معايا، كلها تبقى بنفس اللون. هطلعها بقى لما تاخد معايا اللون دوت كده. اول ما تاخد معايا اللون الاحمر ده كده احنا مش بنطلعها يعني لونها فاتح جامد، بنحمرها كده ونديها تحميرة حلوة في الزيت. هطلعها وهبدأ برضو املى الطاسة تاني. انا بحمرها كلها، يعني احنا مش هنسيبها كده من غير تحمير، انا بحمرها كلها كده وبعد كده ببدأ هقولك بقى تشيليها ازاي في الفريزر. هحطها برضو كده في الزيت وهبدأ اول ما تحمر معايا من جنب هبدأ ان انا اقلبها كده على الجنب التاني لغاية كلها ما تحمر معايا وتبقى باللون اللي انتوا بتشوفوه دوت. اول ما تاخد اللون دوت كده هبدأ ان انا اطلعها من الزيت. تمام كده. هبدأ بقى اكمل كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة كده واطلعها كلها ما شاء الله طلعتها كانت معايا كلها باللون دوت كده، عملت معايا ما شاء الله كمية حلوة. انا بقى هقولك بنخزنها ازاي. هنبرد الكفتة بتاعتنا تماما تبقى باردة خالص، بعد كده هجيب اكياس اللي هي اكياس التلاجة هبدأ ان انا املاها حسب بقى الكمية. هتملي بقى الكيس على حسب الاكلة بتاعتك هتبقى حجمها قد ايه يعني. وممكن برضو تجيبي بقية الفل وتمليها زي ما انت عايزة وبنحطها برضو في اكياس ونحطها في الفريزر. ما شاء الله شايفين الكفتة عاملة معايا ازاي؟ حلوة قوي، طالعة معايا هشة من جوه مش مكتومة، وما فرولتش مني كده ولا ان هي اتهرت مني في الزيت. ما شاء الله طالعه حلوه قوي. بتتخزن معانا في الفريزر من السنه للسنه مش بيجرى لها اي حاجه. اعمليها بس بالطريقه دي وهي هتبقى معاكي ناجحه. بعد كده هبدأ اعمل الصلصة. انا حطيت كده زي معلقتين او 3 زيت وحطيت برضو معلقة كبيرة من السمنة، ونزلت عليهم ببصلاية وسط انا كنت منعماها بالشكل دوت كده. هنزل بيها كده في الزيت والسمنة وهقلبها كويس قوي لغاية ما تتبل معايا وتبقى باللون دوت كده. في الوقت دوت انا هنزل كده ب5 فصوص من الثوم او 4. هديها برضو كده تقلبتين مع البصلة. هشوح البصلة لغاية ما توصل معايا للون الذهبي البسيط دوت كده. بعد كده هنزل عليها بعصير الطماطم. انا كنت عصرة كده زي 5 طماطميات، طبعا بتبقى على البصل والطماطم بتبقى على حسب كمية الاكلة اللي انتي عاملاها. بعد ما تتخدع معايا بالشكل دوت هنزل بربع معلقة من الملح وربع معلقة من الفلفل الاسمر وربع معلقة من الكمون والكزبرة، ببقى طحناهم على بعض كده وبملى منهم واحط على الطبخة بتاعتي. هقلبهم برضو كده مع الطبيخ بتاعي مع الصلصة واسيبها برضو كده دقيقتين 3 لغاية ما تتسبك تاني. في الوقت دوت هقلبها برضو كده. بعد كده هنزل عليها، انا كنت غالية مية هضيف لها كده المية بتاعتها، هملى الحلة عليها او نص الحلة كده وهسيبها تغلي. في الوقت دوت انا كنت جايبة كده 3 بطاطسيات وسط، قطعتهم مكعبات زي ما انتوا شايفين وحطيتهم كده في الطبيخ لغاية ما يغلوا كده تقليبة. بعد كده هنزل بكفتة الرز، هنزل بالكمية اللي انا هاكلها يعني على حسب كمية الطبيخ اللي انا عاملاها. انا ما كنتش عاملة ياما يعني، هنزل بالكمية اللي انا عاملاها وهقلبها برضو كده مع الطبيخ وهسيبها على النار. هغطيها كده واسيبها لغاية ما تستوي كويس هي والبطاطس مع بعض. ما شاء الله بقى مش عايزه اقولك على الريحه كانت عامله ازاي، ريحتها حلوه قوي وبجد طعمها تحفه. في الوقت دوت كده هي كانت خلاص استوت معايا. هبدأ بقى ان انا اشيلها من على النار وهبدأ ان انا اقدمها للاكل. ما شاء الله عرفتها بالشكل دوت كده.
بتتعمل برضو بتبقى حلوة قوي مع الرز اللي بشعرية. رز شعرية كده بيبقى حلو قوي. ما شاء الله الكفتة حلوة قوي، ومش ما اتهرتش معايا ولا اتفرت كده في الطبيخ، حلوة قوي، طعمها بجد جميل. والبطاطس طبعا طعمها حلو قوي، وكله طايب كده مع بعضه مع الرز الشعرية بتبقى حلوة قوي، طعمها بجد تحفة. جربوها بس كده بنفس الطريقة. ولو وصلتي بقى معايا لغاية هنا، ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك في القناة، ويا ريت تقولي لي رأيك في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.